مرحبا واهلا وسهلا فيكم قناتي. اليوم راح اقدم لكم فيديو جديد. فيديو اليوم مختلف شوي، حبيت اشارك معكم روتيني بيوم العطلة، يوم السبت. تركيا عنا سبت واحد عطلة، طبعا حبيت اشارك معكم روتيني بيوم السبت. ومن خلال هالفيديو حابة اعرفكم عن حالي كمان، لانه كتير عم يجيني اسئلة وما بقدر اجاوبكم عليها، وان شاء الله بهالفيديو راح اجاوبكم على كم سؤال. هون بعد ما فطرت ولادي الصبح رحت على الماركت وجبت غراضي. طبعا انا بنهاية كل اسبوع بروح بجيب غراض اللي لازمني مشان ارض الاسبوع ما اطلع، وبروح على البازار كمان. بعد ما جبت الغراض من الماركت رتبتهم بهالطريقة. عندي هالعلب كتير كويسين بنصحكم فيها. طبعا اذا ما موجودين عندكم تقدروا تستبدلوها بسطل لبن. كل ما فضي عنكم سطل لبن بتغسلوها مظبوط وبتلزقوا عليها ورقة وبتكتبوا اسم الغرض اللي راح تحتفظوا فيها، كمان طريقة كتير كويسة. أجاوبكم هلأ كم سؤال له علاقة فيني. أنا دايما بيسألوني إنه أنتي من وين؟ أنا من سوريا، كردية، متجوزة، عندي بنتين وصبي، الله يخلي لكم ولادكم. عايشة بتركيا باسطنبول، وبنفس الوقت بدرس بالجامعة سنة أولى تنمية الطفل. بسوريا كنت عم بدرس أدب إنجليزي، وبعد ما اجيت على تركيا ما كملت، وقفت. سبحان الله هلأ صار اسمي ورجعت أكمل، والحمد لله سجلت هالسنة وقدمت أول فصل الحمد لله، وإن شاء الله إذا إلي اسمي رح أكمل للأخير بإذن الله. رح أجاوبكم على سؤال تاني كمان. تسألوني عن عمري، أنا 31 سنة، وإن شاء الله بالفيديوهات الجاية رح أحكي لكم تفاصيل أكتر. عندي هون المنظفات كمان برتبهم بهالطريقة وبحطها بخزانة كمان أرتب، وبنفس الوقت بدكم طالعوا غرض منها. ما بتضطروا طالعوا وحدة وحدة، تسحبوها وبتشيلوا غرض اللي راح تستخدموه وبترجعوه. كتير بسيطة الطريقة وأرتب كمان. وهون خضرة اللي جبتها من البازار راح أرتبها كمان. طريقة ترتيبي بالخضرة راح انزلكم بفيديو تاني مشان ما اطول عليكم بالفيديو. وهون بعد ما خلصت قررت اطبخ قوانص الدجاج مع بندورة، كتير بسيطة وطيبة بنفس الوقت. اول شي نظفتهم وغسلتهم مظبوط، بعدين فرمتهم ناعم بهالطريقة وحطيتها على الغاز. خليتها لبين ما تنشف ميتها. بس نشفت ميتها تماما بشيلها من طنجرة، وبنفس الطنجرة بضيف شوية زيت زيتون وفوقها بصلة كبيرة مفرومة ناعمة. بقلي بصلة لبين ما تدبل، بعدين بضيف فوقها بندورة مفرومة ناعمة. طبعا الكمية بترجع لكم، إذا بتحبوا فيها بندورة زيادة بتفرموا أكتر. بخليها تنطبخ شوي، بعدين بضيف فوقها القوانص بحركهم مع بعضهم، وبضيف فوقها ملح وفلفل وفليفلة حمراء. برجع بحركهم مظبوط وبغطيها على نار متوسطة، بخليها لبين ما تستوي. وهيك بكون وصلت لنهاية الفيديو اليوم. بتمنى تعجبكم وإن شاء الله تكونوا استفدتوا، وإذا عجبكم ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتدعموني لأستمر، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية.